ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ كيف الحال يا متابعيني؟ اليوم راح نحكي لكم قصة فرعون. قصة فرعون ذاك اللي في مصر، انتوا عارفين. المهم قبل لا نبدأ لا تنسوا اللايك والاشتراك. بسم الله الرحمن الرحيم. فرعون كان خايف من الرجال، يعني مثلا صغير كبير، يعني كان يخاف. فايش راح جنوده قالوا له يجون يقتلوه، فراحوا يقتلوا الاطفال اللي عمرهم تخيل اللي توه ولد يقتلوه عشان ما مثلا كذا ما ادري. المهم وبعدها اول ما عرفت ام موسى أول ما عرفت إنه فرعون يسوي كذا خبت موسى بالقبو. رضي الله عنه. وموسى عليه السلام جلس بعد أمه ما خبته بالقبو، ودته للبحر، ودته لقاته زوجة فرعون، هي مسلمة زوجة فرعون، وودت الفرعون قالت لي راح قالت نتبناه. وفرعون قال كان بيقول لا، بس قال يلا، قال الزبدة، قال يلا بتمنى. وبعد أول ما كبر موسى صار يقول له توب ما يتوب. تمام. وذا أو بعدها فرعون يقول أتذكر أننا تذكر أن إحنا ذا ربيناك. فرعون يقول لموسى، هو يقول له توب إلى الله. بعدها راح عند جبل الطور، جبل الطور أخذ عصا عشان يرعي الغنم. بعدها الله سبحانه وتعالى كلمه، أصلا ما كان يدري، أصلا موسى ما كان يدري. أول ما كلمه الله خلاص كذا خاف. طيب خاف. وبعدها بعد ما خاف موسى قال له الله إنه ربه العزيز الحكيم. وبعدها الله قال ارمي العصا للأرض. أول موسى ما رمى العصا للأرض طلع منه ثعبان، تحول ثعبان. بعدها أو بكل شيء قاع موسى أخذ العصا الثعبان، بعدها صار عصا. وبعدها ربنا تعالى قال حط يدك داخل جيبك، حط جيبك داخل يدك، يعني حط يده داخل جيبه، وخرجه لقدو يده كلها بياض 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 بياض. وبعدها راح لعند موسى وأخوه هارون، عنده أخ اسمه هارون نبي. وبعدها ذا اسمه، وبعدها راح ورها العصا كيف يتحول الثعبان. وفرعون جاب 3 ساحرين وحطوا العصا بالأرض وتحولوا الثعبان 3. طبعا هم ساحرين وكلهم أكبر من حق موسى. وموسى نزل العصا، وصح انه ثعبان موسى على العصا صغير وحقه كبير حق فرعون. وتخيلوا ثعبان وثعبان موسى والعصا قتل 3 الضخمين. تخيلوا 3 ضخمين أكبر من ثعبان موسى يا عصا موسى، تخيلوا. وقتلهم كلهم أكلهم. وبعدها شفتوا ذول 3 السواحر قالوا بيعبدوا الله لأنه طلع ابن موسى على حق. طيب
وبعدها فرعون قال لا، يعني قال بيذبحهم، ذبحهم، لأنه ما يشتي يذب لله. وبعدها لا، ايش بعدها لما ذبحهم موسى وهارون، راحت بني إسرائيل قريش. أول ما راحوا قريش راحوا بيتهم عند قريش. بعدها كل يعني يدعيهم للصلاة عشان يفتح قلوبهم، بس قلوبهم مسكرة كانت، يعني ما يبغون يتوبون. في بعضهم يتوبون، في بعضهم لا يتوبون. أول في ذا إيش اسمه، أول ما دعاهم بعد راح ذا شو اسمه لا اسمعوني. بعدها فرعون قال يبغى يقتل موسى وهارون وقريش كلهم. وبعدها أول ما عرفوا يبغون يهربون. طبعا موسى كان معه العصا، راحوا لا كانوا يهربون. ترى موسى يعلمهم وين الطريق. كانوا يهربون ويطلع لهم بحر قدامهم عميق، وتخيلوا ضرب العصا موسى للأرض وانشقت البحر. هنا جدران ويسار جدران ويمين جدران، تقولوا جدران. وبعدها انشقت مروا. أو فرعون كان يلحقهم مع جنودهم عددهم 10 مليون، ما أدري 10 مليون 10,000. المهم ذا لحقهم وكانوا وسط البحر. أو موسى دق في الأرض، وفجأة تخيلوا صار دق